بيضه بقى وكوبايه عسل اسود، وانسي بقى مشكله هنفطر ايه النهارده، هنتعشى ايه النهارده. في الاول معايا كوبايه من العسل، ضفت عليها بيضه وقلبتهم كويس مع بعض. هنضيف عليهم بعد كده كيس من الفانيليا ونص كوبايه من الزبده، طبعا احنا مدوبينها، وبعد كده سيبناها لحد ما بقت بدرجه حراره الغرفه. وهضيف 3 كوبايات ونص من الدقيق، بس بضيفهم بالتدريج. بعد اول كوبايه من الدقيق ضفت معلقه صغيره من البيكنج باودر، وفضلت بقى اقلب في العجينه كده لحد ما جت العجينه طريه مش بتلزق في الايد. وخدوا بالكم احنا مش بنعجنها كتير، احنا يا دوبك بس كده بنلم العجينه بايدينا لحد كده ما بناخد منها قطعه صغيره كده ونفردها بين ايدينا، نحس ان هي مش بتشقق معانا كده، العجينه بقت مظبوطه معانا جدا. بعد كده هنبدا نشكل العجينه بالشكل ده، ونحط عليها كده شويه من الشوكليت شيبس. وهناخد بقى الصينيه دي ندخلها فرن سخن درجه حراره 180 على الرف الاوسط لحد ما البسكوت بياخد اللون الجميل ده. ويلا بقى قدموه بالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وما تنسوش تدعمونا